حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قلنا بقى نفصل كده شويه بقى كده هوت من المذاكره، اخد الولاد وننزلوا وانا افصل شويه. وقلت ايه انزل اتمشى على البحر. طبعا انتوا عارفين انا ساكنه في البيطاش جنب البحر. بصوا منتهى الراحه النفسيه. اي نعم الناس كلها مشغوله بالامتحانات ومفيش حد بينزل، بس عايزه اقول لكم اللي فيه ناس قاعده نازله على البحر بتغير جو مع ولادها. عايزه اقول لكم البحر ما فيهوش موجه خالص. طبعا دوشه العيال كلها جايه تقعد على البحر، سايبين مذاكرتهم وسايبين كل حاجه وجايين يقعدوا على البحر. بصوا راحه نفسيه مفيش بعدها راحه. هقلب كده الكاميرا وهوريكم شكل البحر ما فيهوش موجه خالص وحلو جدا بصراحه. قلت لازم افصل انا والولاد شويه، لان بجد اليومين دول الواحد مضغوط جدا نفسيا في المذاكره وضغط الامتحانات. مش قادره اقول لكم ناس كتير جدا بتصطاد، وفي عايزه اقول لكم اللي في شواطئ في ناس نزلت فيها. بصوا القوات المسلحه اهي هناك اهي شايفينها اهو، دي المبنى ده بتاع القوات المسلحه. بصوا الميه بصوا مفيش موج خالص. هي حلوه بس حاسه اللي فيه قش. هما تقريبا منضفين الحته ديت من القش. بس بصوا الناس بتصطاد جوه ازاي، وبصوا الولاد. وعايزه اقول لكم ان الجو حلو جدا، يعني لو ولادي كانوا لابسين لبس البحر كنت نزلتهم. بصوا ولادي هم بيتمشوا همت، قلت اخرجهم ايه كده اديهم طاقه ايجابيه شويه، لان بصراحه الموضوع بتاع المذاكره ده صعب جدا. نفسي اغمض عيني وشهر الامتحانات ده يخلص.